حياتنا السلام عليكم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من قصص أسامة. قصة اليوم حكاية وش من حكاية، فيها بزاف البلانات، وهاد البلانات اللي وقعوا فهما حقيقيين وقصة حقيقية. العبرة من هاد القصة هادي أن الإنسان ديما يعرف الحاجة قبل ما يديرها ويسول على راسو باش ما يتصيدش. نبداو القصة ديالنا. القصة ديالنا ديال واحد الشابة سميتها سلمى. هاد سلمى تتقرا في التكوين المهني، دوزات العام الاول ما كاين حتى شي اشكال. العام الثاني جاتها بيريود ديال ستاج، قالوا لها خصك تستاجي في شي ستاج اللي يكون مزيان باش يعاونك باش تقدري تلقاي خدمه من بعد ما تاخدي الدبلوم ديالك. هو قلبات على الستاج، لقات واحد ستاج مع واحد الشركه، ولكن فين؟ في المرسى. ماشي مشكل، قالت نمشي نستاجي في المرسى ونشوف الامور كيفاش غتمشي. بدات السطاج ديالها تما، الامور بخير، تدير لي سويفي ديال الستوك ديال ليفغيزون ديال هذوك لي برودوي اللي كيجيو من برا، كتشوف كتقيد هذاك البرودويات ديال الشركه اللي دخلوا، دوك لي بون ديال ليفريزون، المهم الى اخره. داكشي ديال العمل غدا مزيان، المهم كتدرب غدا بخير وعلى خير. اللي غادي يوقع اشنا هو؟ تخيلوا معايا، واحد الربان ديال واحد السفينه بعد ما وصل نزل غادي خارج حالو، هو يتلاقى مع سلمى، شافها عجباتو، بغا يهدر معاها. سلمى مداتاش فيه، قالت هذا تيتلوط عليا. هو ما تسرطاتش ليه، قال كيفاش انا قبطان ديال السفينه وهدرت مع هاد خيتي، وانا بزاف البنات كيبغيو نهضر معاهم وما تنبغيش، وهذه اللي هدرت معاها ما بغاتش تهضر معايا. فهو ما تقبلش كيفاش انايا ما هضرتش معايا، بقى تيدوي معاها والو، ما بغاتش تهضر معاه. شويه شاف واحد خينا عيط ليها، عطاها شي خدمه ويمشي عنده. قال له انا راه تنجيب هذا كذا كذا. قال له راه عرفتك السي مروان، راه تنعرفوك. الله يا ودي شكون اللي ما كيعرفش السي مروان؟ قال له هذيك السيده واش معاكم؟ قال له هي معنا. قال له هذيك هي ستاجير كتستاجي عندنا. قال له ودي ما نكذبش عليك، قال لي راه بغيت نهضر معاها. قال لي ما بغاتش تجاوبني كيحسب لها واش انا كنت بسل عليها ولا شي حاجه. قال له ودي راني بغيتها الحلال، راه عجباتني وبغيت نهضر معاها ولكن ما بغاتش. وقال له شوف، قال لي ملي بغيتيها الحلال السي مروان، قال لي مرحبا، هذه حسنه وغادي نوقف فيها. قال له اجي معايا. دخلوا للبيرو عنده ويجبد له لاكارت ناسيونال ديال الدريه. قال له ها هي لاكارت ناسيونال ديالها، ها هو الحي السكني فين كتسكن، سيدي البرنوسي. خدا لادريس ديالها كامله وقال له شكرا بزاف، كنشكرك انك عطيتيني العنوان ديالها. قال له الله يجعل كلشي مبارك ومسعود. وقال له اي تبغي بعدا؟ قال له ما تنسانيش في العراضه السي مروان. قال لي مرحبا، نعرض على خويا علاش لا. خرج مروان مشى قضى الغرض ديالو. من بعد هو يتفكر لادريس ديال الدريه اللي هي سلمى اللي خدا، ويقول الله الا نمشي نقلب في هاد لادريس هادي ونشوف شنو كاين. مشى للحي اللي كتسكن فيه سلمى، بقى تيشوف، عرف العماره فين كتسكن، وبقى واقف. هادشي في العشيه. شويه تبان ليه سلمى جايه، ملي شافها هو ينزل عندها. ما شافتو وهي تصدم، قالت له عاوتاني انت جاي تابعني حتى لدربنا، واش ما كتمرقش؟ قال لها شوفي، قال لها انا راه ماشي جاي تابعك على اساس باغي نتبسل عليك، قال لها انا بصح عجبتيني وبغيتك الحلال، قال لها انا بغيت نتزوج بك. بقات كتشوف مصدومه، قالت له انت غير شفتيني، قالت لي باقي ما تعرفنيش كيفاش داير وبغيتي تتزوج بيا. قال لها حيتاش تعجبت بك انا باغي نتزوج بك، وما تيهمنيش كيفاش غتكوني حيتاش انت عجبتيني بزاف، وما غاديش نمشي من هنا حتى ديري معايا حل. سلمى قالت له شوف، قالت لي الا كنتي ناوي المعقول طلع عند دارنا، طلع عند باك، ماشي توقف عليا بحال هكا في الزنقه. قال لها مرحبا، قال لها غنطلع عند باك. وبالفعل طلع عند باها، وقال له السلام عليكم، وقدم لي نفسه وقال له انا شنو تنخدم. وقال له بنتك عجباتني وهدرت معاها وقالت لي ما ندويش معاك، بغيتيني سير لدارنا. وقال له انا جيت عندها لدارهم وبغيتها. الاب جاتو بيزار، اوه واش هذا قبطان ديال السفينه وباغي بنتي، وبنتي مشات غير ستاج ما كاينش حتى شهر كامل جابت عريس، وتبارك الله واش من عريس، والدجاجه بكمونه هادي. وقولوا لي نتوما، واش هاد الدجاجه بكمونه ولا ماشي بكمونه؟ فريمون دجاجه بكمونه. اب تواصل مع مروان، هضروا بزاف الامور، تفاهموا على بزاف الحيتيات. قال له صافي، قال له انا غادي ندوز واحد عندي جوج ديال لي فواياج،
غادي ندوزهم وغادي نجي موراها ان شاء الله باش نديروا المسائل ديالنا، نقادوا الكارت ديالنا، لاكت مارياج وداكشي الى اخره. قالوا الله يسخر. خدا النمره ديالها، بقى كيتواصل معاها، تيهضر معاها ديما. مشى على برا، دوز الفواياج الاول، جاب لها كادوات بزاف، غرقها كادوات لدرجه انها ولات كتقول له هادشي راه كثير بزاف وحنا باقي ما درنا والو وانت جبتي هادشي كامل. قال لها انتيا عجبتيني وانا فرحان بك وبغيت نفرح بك، كاين شي مشكل؟ قالت له لا وانا ما بغيتكش. قالت لي شوف، قالت لي لا وانا ما بغيتكش تخسر بزاف وانا هادي وانا كذا. قال لها انت ماشي شغلك. قال لها هادشي هذا راه ماشي شي حاجه بالنسبه للخدمه ديالي، وداك الشيء الصالير ديالي راه كافيني انني نشري هادشي اضعاف مضاعفه، وإلا ما خسرتش هادشي على البنت اللي تنبغي علاه ما غنخسرو. فرحات بزاف سلمى وقالت بلي انايا دبرت على راجل اللي غيبغيني ديال بصح، هادشي باقي غير ما بديناش وشوف كيفاش كيتعامل معايا. فرحات بزاف. مشات الامور بحال هكاك، بقاو تيهضروا، تيمشي شي فواياج، تيجيب لها لي كادو. وقال لها بلي واحد صديق ديالو بدر عزيز عليه بزاف، وتا هو فيما كيجيب لها كادوات كيجيب الصديق ديالو بدر دي كادو تيعطيهم له. سلمى بقات كتقول علاش كيجيب لي انا كادوات وكيجيب البدر صاحبو كادوات ولكن ما كيجيبش لدارهم، ما كيجيبش خوتو. جاها العجب، قالت له واش هاد بدر عزيز عليك حتى لهاد الدرجه؟ قال لها بدر اكثر من خويا، عزيز عليا بزاف. هاد بدر هذا تيخدم تا هو في ليكيباج ديال الباطو ديالو، ولكن ماشي ديما تيكون معاه في كاع السفريات، بعض المرات كيمشي معاه، بعض المرات ما تيكونش معاه. المهم بقاو بحال ما هكاك. واحد شويه داروا لاكت مارياج ديالهم، جمعوا العائله، داروا واحد الحفله، نشطوا ضحكوا بخير كلشي على خير، وقالوا العرس غنأجلوه من بعد ونديروه. صافي. بقى ملي دار لاكت ديالو بقات كتخرج معاه ملي كيجي بحال هكا المغرب، تيكون عنده شي عطله فيها اسبوع ولا جوج الاسابيع، تتخرج هي وياه تيدوروا. واحد المره هو يعرض عليها، قال لها الا كان ممكن، قال لها عندي واحد الكابانو في الشمال، قال لها نمشيو نريحو تما وندوزو واحد البيريود اللي تكون زوينه، نضحكو وننشطو ونفوجو شويه. قالت له ماشي مشكل نمشيو، انا راك راجلي وانت انا مرتك وهذا. مشات هي وياه. ملي جا عندها باش يمشيو دا معاه بدر تا هو في الطوموبيل. هي هنايا تعجبات، قالت اواه بدر علاش غيمشي معانا؟ وهي تقول واقيلا راه غادي بدر يجيب الصديقه ديالو ولا يجيب الخطيبه ديالو وغادي نمشيو مجموعين وغنجلسو تما. قالت ماشي مشكل. مشاو في الطريق، غادين كيبان لها مروان شاد الطريق غادي لديريكسيونمون، ولكن ما هزاو حتى شي وحده معاهم في الطريق. بقات كتعجب كيفاش غادي نمشي انا وراجلي وهاد صاحبو معانا هاد بدر. حنا انا عرفت بدر باللي راه صاحب راجلي بزاف وبحال خوه، ولكن انا بغيت نكون مع راجلي، كيفاش بدر غيمشي معانا؟ بقاو بزاف البلانات تيدوروا لها في راسها وما فهمات حتى شي حاجه. المهم مشاو وصلوا، ريحوا، قادوا الامور ديالهم، قادوا الحويجات ديالهم، خرجوا على برا، داروا شويه، ضحكوا، كلاو على برا، تعشاو ودخلوا الكابانو ديالهم باش يسهروا فيه. ملي دخلوا الكابانو بغاو يسهروا، مروان قال لسلمى، قال لها غادي نخرج شويه انا وبدر، قال لها غادي نمشيو لواحد البواط وغادي نجيو. سلمى قالت له ديني معاكم، قال لها لا راه كاين تما الشراب وهذا وحنا بغينا نشربوا شويه وهذا، ما جاتش انا ندي مرتي لداك البلايص. فسلمى قالت له صافي على خاطرك. خرج هو وبادر صاحبو ومشاو لكاباري بواط دو نوي وسهروا فيه، ما جاو حتى ل5 الصباح. لقيت اللي جاو سلمى حسات بهم فاش دخلوا مشاو للبيت الاخر، حيت الكابانو فيه 4 البيوت، بيت اللي فيه سلمى وبيوت الاخرين ديال الجلوس وفيهم لي شومبر حتى هما ديال دو نوي. مشى هو وصاحبو الشومبر الاخرى نعسو تما وما جاش حداها. قالت ماشي مشكل، ربما مبغاش يزعجني ولكن كان خاصو يجي حدايا. الغد ليه عاوتاني نفس السيناريو كيتكرر، نهار كامل تيخرجوا تيدوروا، وفي الليل كيقول لها غادي نمشيو نسهر انا وبادر، وتيقول لها ما نقدرش نديك معايا انا دوك البلايص اللي فيهم الشراب وداكشي. عاوتاني جاو حتى ل5 الصباح وتاني ما نعسش حداها، مشى للبيت الاخر ونعس حدا صاحبو وخلاها هي. ناس الماء بدا تيطلع لها الدم. نهار الثالث جمعات حويجها ومشات بلا ما تقول ليه حتى شي حاجه، ما وقفاتش حتى لدارهم في كازا. ملي فاق الصباح ما لقاهاش، عيط لها في التليفون، قال لها فينك؟ قالت له انا راني في كازا. قال لها ما يمكنش، كيفاش نمشي في كازا؟ قالت له شوف انا مشيت معاك، انت راجلي، بغيت نريح انا وياك ونسهر انا وياك ونخرج انا وياك، ديتي صاحبك، قلت ماشي مشكل،
ولكن باش تبقى تخرج كل نهار انت وصاحبك تسكروا على برا وتجي حتى ل5 الصباح وانا مخليني بوحدي تما، هادشي ما عجبنيش وما بغيتوش. وتقلقات عليه سلمى ديال بصح. مروان بقى تيحذر فيها بزاف، بقى تيطلب فيها على اساس تسمح ليه ومره اخرى ما يعاودش يتكرر داكشي. تصالح هو وياها وبقات الامور غادا على خير، ولكن سلمى مبقاتش كتحمل صديق ديالو بدر. كتشوف بدر كتقول يخ ذكرنا السمن والعسل، ما بقاتش تتحملو ولا تتحمل فيه الشعره، ولات كتحس بيه بحال كينافس على راجلها، بحال كيجر راجلها اكثر مما هي كتجرو لعندها. المهم وصل واحد الوقت قال لها خاصنا نديرو العرس ديالنا ونستقروا في دارنا انا وياك، ما يمكنش انت تبقاي ساكنه مع داركم وانا بوحدي. قال لها خاصنا نسكنوا بجوج مع بعضياتنا. قالت له صافي. داروا واحد العرس، واحد العرس لي بريستيج، ما داروش داك العرس ديالنا حنايا ديال السطوحه والبوازنلين داكشي، لا 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 لا، ولا دوك قاعات الافراح اللي كتمشي تحط فيها 2 مليون ولا 1.5 مليون باش تلقاها، لا 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 لا. داروا داكشي في الفيلا ديالهم، في الفيلا ديال دار مروان. جابوا تريتور بروفيسيونيل وداكشي واعر، ما نعاودش ليكم، دار لها عرس اسطوري وكانت فيه العائله وبنادم قليل. عرفتي هذوك اللي كيشطحوا على ديك طرطق البارود، طرطق البارود حبيبه وجرحتيني. هادوك الناس هما اللي كانوا في داك العرس. داكشي ما نعاودش ليك، يا سلام وفرح بها. ايوا سيدي عليك ملي سال العرس قال لها فين بغيتي نمشيو؟ قالت له فين ما بغيتي. قال لها غادي نديك لواحد لوبرج واعر بزاف. قالت له مرحبا نمشي مع حبيبي فين ما بغا. ايوا سيدي داها لوبرج اللي هو كان داير لها فيه مفاجاه كبيره. دخلها لوبرج والسيده كيف كاع السيدات اللي يلاه مزوجين بغات تفرح براسها وبغات تفرح براجلها. اشنو دارت؟ لبسات شوميز زنوي ودارت احسن عطر ودارت احسن ماكياج وقالت للزوج ديالها تفضل السي مروان. السي مروان شاف فيها واحد الشوفه ديال اعجاب وقال لها تبارك الله جيتي زوينه، ولكن غير لبسي حوايجك ماشي وقته. قلت له كيفاش ماشي وقته؟ قال لها ماشي وقته. قلت له انا وياك راه يلا تزوجنا مروان، وانا فرحانه براسي وفرحانه انني راجلي تيبغيني بزاف ومهلي فيا ودير عليا هادشي كامل. انا راه فرحانه بزاف مروان. قال لها حتى انا فرحان. قال لها غير لبسي حوايجك. هنايا سلمى ما دخلتش لهاد القضيه ديال كيقول لها لبسي حوايجك. قالت له مروان، قالت له راه واش ما كنتيش عارف اجي نفهمك. قالت له قال لها انا عارف داكشي مزيان. قال لها راه انا نوريك. قالت له اشنو انا اللي ما فهمتش كيفاش كتقول لي لبسي حوايجك انت راه ليلتنا هادي. قال لها انت مرتي وندخل بك وقت ما بغيتش، الا بغيت ندخل بك دابا ولا بغيت ندخل بك غدا ولا بغيت ندخل بك حتى بعد غدا ولا الشهر الجاي ما كاين حتى شي مشكل. شكون غادي يمنعني؟ حتى شي واحد ما غيمنعني. قالت له لا وانا بغيتك وانا بغيت راجلي وانا محتاجاك وانا وياك وكذا 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 وكذا. بقات تتحكر عليه. مروان بدا تيتعصب وبدا تيطلع ليه الدم، وسلمى حتى هي تعصبات وطلع لها الدم وبدا الغوات وكثر الصداع. تيغوت هو وهي تتغوت كثرت ما بقات كتضغط عليه كتضغط عليه كتضغط عليه. قال لها عرفتي شنو غادي نقول لك؟ قال لها انا ماشي راجل. قلت له كيفاش؟ قال لها انا ماشي راجل. قلت له كيفاش انت ماشي راجل؟ ما فهمتش. قال لها قلت لك انا ماشي راجل. قالت لي واش عندك شي مشكل؟ واش عندك شي مشكل نفسي؟ واش عندك شي عقم؟ واش عندك شي حاجه؟ هذاك الشيء راه حبيبه قالت لي كيداوى وكل حاجه عندها الحل. قال لها لا، قال لها هادشي ما كيداواش. قالت له واش عندك مشكل؟ واش عندك ضعف في شي حاجه؟ قول لي. قال لها لا. قال لها هادشي اللي عندي. قال لها غنقولوا لك. قال لها ما غاديش تفهميه. قالت لي انا غنفهم غير قول لي اشنو كاين. سلمى مسكينه كيحسب لها بانه كيعاني من شي حاجه ولا كيتخلع ولا مقدرش يدخل بها ولا ربما عنده شي سحر ولا عنده شي حاجه. هادشي اللي كتسحب. ويقول لها شتي داك صاحبي بدر؟ قالت له مالو تاني بدر؟ قال لها هداك صاحبي كنبغيه و تيبغيني. قلت له كيفاش؟ قال لها انا ماشي راجل وهداك صاحبي راه بحال هو راجلي وانا مرتو. كنعس معاه تندير معاه كلشي لي غولاسيون سيكسويال، تندير معاه اي حاجه في الفراش وتيعجبني الحال ملي تيكون معايا. كنحس بيه هو راجل وكيعجبني انا ديك الانوثه ونكون بحال البنت انا. السيده تصدمات. قلت له واش كتهضر من نيتك ولا كشاد فيا كضحك معايا؟ قال والله الا كنهضر معاك من نيتي. صدمات ديال بصح. سلمى كانت غادا طيح، كانت غتغيب. اوه انا بعد ما صدقت انني لقيت راجل، لقيت الفتى ديال الاحلام ديالي، الراجل اللي تتحلم به كل بنت،
الراجل اللي غادي يعيشني في النعيم. اش خصك يوجدولك، اش بغيتي وفرها لك، بغيتي الفلوس اللي عجبك، بغيتي تسافري، بغيتي تخرجي، اي حاجه بغيتيها غادي يوفرها لك. وملي غنلقى هادشي كامل غادا نلقاه من شي راجل. قال لها شوفي، قال لها بلا ما تبقاي تفكري بزاف، قال لها انا ما عنديش مشكل الا بغيتي تصاحبي تعيشي حياتك، عيشي الحريه ديالك كيف ما بغيتي، ما عندي حتى شي مشكل. وقال لها الا بغيتي تجيبيه صاحبك حتى لهنايا للدار ما كاين حتى شي مشكل، جيبيه وخذي راحتك انت وياه، واخا نكون انا ما كاين حتى مشكل عندي، بالعكس حريه كامله عاطيها لك. السيده زادت تصدمات، قلت له واش عارف اش كتقول، واش انت حمق؟ قالت لي واش انا غادي ندير هذا الشيء، واش انا غادي ندير هكا؟ قال له علاش ما ديريش هكا؟ قالت له لا انا ماشي من داك النوع ديال البنات، وانا باغا راجلي ليا وانا كذا وانا كذا. قالت لي انت ملي داير هكا علاش تزوجتي وما تزوج ديك الساعه وهذه؟ قال لها شوفي، قال لها انا في عائلتي عندي بزاف البنات اللي نقدر نتزوج بيهم، قال لك كاين اطباء وكاين مهندسين وكاين دكاتره في العائله عندنا. قال له ولكن علاش ما تزوجش بهم على قبل الشوهه؟ قال له حيت فاش غناخذ وحده من العائله وغادي نقول لها هادشي غادي تشوهني، غادي تولي كلشي عارفني انا كيفاش داير. قال له هادشي علاش انني قررت ناخذ وحده بعيده عليا، ما تتعرفني ما تنعرفها وغادا تسترني. قالت له انا راه ما غاداش نسترك، قالت له انا هادشي ما دخلش ليا راسي وما بقيتش باغاك ولد الناس، الا كنتي ندير بحال ما هكا نتايا سي الله يسهل علينا وعليك. قال لها لا اما دام تقول هاد الهضره، قال لها حيت ما غنتفرقش معاك. قالت له انت ما بغيتيش تفرق معايا انا غادي نتفرق معاك. وهذيك الليله ما كملاتش وهزات حوايجها وخرجات بحوايجها ديال العرس وشدات الطريق ورجعت لدارهم. دارهم ما فهموا والو، قالوا واش تخاصمت معاه، واش ضربها، سدات على راسها في داك البيت وبقات كتبكي الليل كامل وهي كتبكي حتى الغد ليه. دارهم غيحماقوا، قولي لنا اشنو وقع، غير قولي لينا، غير هضري معانا. والو ما بغاتش تجاوبهم، بقاو تيحكروا عليها. قالت لهم هذاك اللي زوجتوني به ولا هذاك اللي جا عندي تابعني حتى لهنا وبغى يتزوج بيا، قالت لهم راه شنو كاين وشنو كاين، ها كيطلع ها كيطلع. دارهم تصدموا ديال بصح وما تيقوهاش، قالوا ربما غير تتكذب علينا حيت السيد كيبان لك راجل وتبارك الله والاناقه والجمال وزوين وشي واحد اللي ما فيهش العيب، ولكن هاد خينا هذا فريمون فيه العيب. دارهم وصلاتهم الهضره وهما اصلا كانوا تيقولوا ليه ما تاخذش هذيك خيتي، هذيك ماشي من المستوى ديالنا، وهذيك غير بنت حي شعبي فقيره بوفريه ما عندك ما دير بها، خاصك تشوف شي وحده اللي من المستوى ديالك ووحده اللي قاريه وفاهمه ونقيه وحتى هي عندها البريستيج في الدم. هذوك اللي كيجلسوا يشدوا الفورشيطه ويشدوا المعلقه ويشدوا الموس وتيمسحوا بابي وهذاك الشيء وكياكلوا غير في لي ريستورون، دوك اللي ما تيعرفوش يصايبوا المرقه. قالت له خاصك وحده بحال ما هذه، انا غير وسطت لكم باش تفهموني على من تنهضر. ملي قالوا له بحال هكاك هو ما جاوبهمش، جاو لدار الدريه وقالوا لها انتيا اش كيحسب لك راسك هاربه لولدي من لوبرج وفاقساه في نهار عرسو وفي اعز ليله عنده. ملي بقاو كيحكروا عليها وبقاو تيغوتوا عليها في دارهم الدريه وهي تخرج فيهم طول البحر، قالت لهم ولدكم السي مروان سيد الرجال. قالت لهم راه ماشي راجل. قالوا لها كيفاش ماشي راجل؟ قالت لهم سولوه هو يعاود لكم على صاحبه بدر اش كيدير هو وياه، راه واخدو واحده لاله. قالت لها كيفاش وانت كيفاش تتجرئي على ولدي وتهضري عليه بحال هكا وانت اصلا شوف كي داير حالتك انت لا والديك لا داركم المستوى ديالك كصاحبوك مرا وبغينا نديروك الشان وانتيا وكذا 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 وكذا، وبقات كتسب فيها وبقات كتعرفها في العقر ديال الدار ديالهم، ولكن حيت ما عارفاش عذروها وما جاوبوهاش، بقات كتغوت عليهم وشبعت فيهم سبان وشبعت فيهم عيار وخرجات مشات. دار الدريه مشاو داروا الدعوه ديال الطلاق. طبيعة الحال الدعوة وجهوها لمروان ومروان توصل بالدعوة، ومن بعد مشى للمحكمة نهار ديال الجلسة. جاو دارهم دار مروان دار الدرية والدرية. ملي جاو كيتصنت لهم القاضي في الجلسة. القاضي سول سلمى وقال لها احكي لينا اشنو وقع. سلمى حكات له داكشي كامل بالتفصيل. دار الدري بغاو يدخلوا ويقول لهم القاضي قال لهم حتى شي واحد ما عنده الحق يهضر هنا بالاذن ديالي. القاضي هو يوجه الهضره لمروان قال له هاد الافتراء اللي كتقول عليك هاد البنت واش انت عارف هادشي هذا، واش عارف اش كتقول؟ قال لي واش هادشي بصح؟
مروان بقى كيشوف فيه، شاف الدرية، شاف في دارو، حضر راسو قالو بلي هادشي تفضح. انا كاع ما كنت معول عليه غيتفضح وما كنتش باغي يتفضح. قال لي هادشي كامل اللي قالت صحيح، انا بصح ماشي راجل، وانا قلت غنتزوج باش نتسر، حيت الدار بقاو تيحكروا عليا بزاف تيقول لي خاصك تتزوج خاصك تتزوج. انا واخا ما عنديش فكره ديال الزواج كاع وما باغيش نتزوج، بحال غير درت لهم خاطرهم، ولكن ها انا حصلت وما بقى ما يتخبى، واللي كاين هو هذا. دارهم تصدموا واحد الصدمه قويه بزاف. مو بقات كتبكي واحد الهستيريا، واحد الطريقه، واحد البشاعه ديال داك المنظر، انك تشوف ولدك تكرفسي عليه وحياتك كامله وانت كتربيه وكتقريه وكتحضيه وكل شرب وديه وجيبوه وصرف عليه، وفي الاخر هي هو وصل لمستوى كبير ودار مكانه كبيره، انك قبطان ديال سفينه يعني ماشي سهل، ولكن اساس ماشي راجل، يعني مشقوق قيس كلمه قوس قزح. هادشي هذا دمر هذيك العائله وخلاهم مصدومين، وطلبوا السماحه من بنت، قالوا لها سمحي لينا بزاف، ظلمناك وقلنا عليك ما مزياناش وقلنا عليك بزاف د الحوايج، ولكن انتي ما درتي حتى شي حاجه. ولدنا هو اللي دار، ولدنا هو اللي فيه لافوت، سمحي لينا بزاف. ام ديالو طلبات السماحه من سلمى ومن دارهم، قالوا لها المسامح كريم، تمنينا انكم تكونوا نسابنا ونبقاو معاكم، ولكن للاسف السي مروان ما كناش كنتوقعوا منه هادشي هذا، الله يهديه والله يرد به. دابا تخيلوا معايا البنات خصوصا ملي كتلقاي ولد كامل مكمول وباغيك وتيموت عليك. هنا دابا شحال من وحده تقدر تقول لك نقدر انني نبقى معاه، ولكن مع الوقت ملي غادي تفهمي اشنو واقع ما غاديش تبقاي معاه. واش ترضاي زعما تعيشي مع واحد ماشي راجل؟ راه ما يمكنش واحد تعيشي معاه وهو ماشي راجل. دابا نتوما اللي كتصنتوا لينا خصوصا البنات، الا طحتي في هذا الموقف بحال ما هذا، تعرفتي على واحد كامل مكمول بخير وغيتهلا فيك مزيان، ولكن عرفتيه ماشي راجل، شنو هو التصرف اللي غادا ديري؟ شنو هي الحاجه اللي غادا ديري؟ خصوصا اول نهار في العرس ديالك بعد ما تزوجتي به رسميا ومشيتي معاه، اشنو هو التصرف اللي غادا ديري ملي غتعرفي هادشي هذا؟ واش غادا ديري بحال سلمى ولا غديري شي حاجه اخرى؟ خلينا الراي ديالك في التعاليق باش نشوفوا. هذا الموضوع هذا تيخلينا اننا دائما نضربوا الحساب ونعرفوا معاه من حنايا قبل ما نديروا اي حاجه في حياتنا، خاصنا نتاكدوا منها. جاك شي واحد بغى يتزوج بيك، عارفيه شكون هو، عارفيه مع من تيجلس وشكون هو، اشنو تيدير وفين كيمشي. علاش داروا الخطوبه؟ علاش الخطوبه؟ هي واحد الفتره غادي تخليك تعرفي عليه مزيان، وكذلك الدراري تنهضر حتى مع الدراري، نتوما خصكم فتره الخطوبه تعرف البنت مزيان. علاش؟ حيت يقدر يخرج منها العجب. طبيعه الحال كيف الدري كيف الدريه، راه اي واحد عنده صوالح ديالو، اي واحد عنده ماضي ديالو، غير هو كاين الماضي المنتهي وكاين الماضي اللي حنا مازال فيه. يعني خاصك تعرف مع منتا ولا مع منتي وتسول على راسك قبل ما تتزوج، حيت الزواج داك الزواج ليله تدبيرو عام. وملي كنهضروا على الزواج راه كندويو على الحياه الزوجيه، راه كندويو على الحياه اللي غتبقى فيها انت وديك الزوجه ديالك الى ان يرث الله الارض ومن عليها، ولا الى ان تتوفاكم المنيه لا انت لا هي. يعني غتبقى فداء ليها وهي غتبقى فداء ليك. وباش غتوصل لهاد المرحله هادي خاصك تسول على راسك. كيف قلت لكم هادشي كامل غير باش تستهلك وبلا ما تهلك. واحد ديما يسول ويعرف قبل ما يدير اي حاجه. كانت هذه قصه ديال اليوم، كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تخليو لينا لايك، بارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالك، وخلي شي كومونتير تنقراو لي كومونتير ديالكم. واللي بغى يشارك معنا بشي قصه ديالو، قصص الحقيقيه كنهضر ماشي قصص الخيال العلمي، تواصل معنا عبر بريد الصفحه في فيسبوك او الانستغرام. تهلاو ليا في ريوسكم، ونتمنى انكم تكونوا قضيتوا اوقات ممتعه معنا، استماع لنا في قصص اسامه.
نتشوفوا في قصة أخرى في حلقة جديدة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.